في واحد الليلة اللي غريبة شوية صراحة، كان واحد اليوتيوبر معروف بالمغامرات ديالو في البلايص المهجورة، ودائما كيبغي يوري المتابعين ديالو الأماكن اللي الناس عاديين ما كيمشيوش ليها. واحد النهار سمع على مصنع مهجور قديم، قال هاد البلاصة خصني نستكشفها، راه غادي تكون تجربة ما تنساش. وصل للمصنع ولقى الحيوط مشققة والشراجم كلها مهرسة، والهواء عامر بريحة الرطوبة والعفن. بدا كيمشي على الممرات القديمة بالكاميرا واللي كتصور كل حركة ديالو. صوت خطواته كتردد في الصمت، بحال البلاصة كتبغي تحكي على أسرارها المظلمة. فاش وصل للسلالم اللي كتهبط للبير تحت الأرض، حس بالبرد كيغطي كل شيء. بدا كيسمع همسات خافتة، ولكن كان كيهز راسو كيقول مع راسو راه غير الريح. نزل السلالم بشجاعة والكاميرا في يدو كتسجل كل شيء. وصل لقب مظلم والجدران كلها مرسومين برموز غريبة وحوايج مكتوبة بالدم. قرب يشوف عن قرب وفجأة حس بشي حاجة كتلمس رجلو. قلب الكاميرا وما كان حتى واحد. ومن ديك الليلة اليوتيوبر ما بانش ليه الأثر، لا صوت لا خبر، غير الكاميرا اللي لقاوها وسط الغبار مسجلة آخر لقطات مرعبة. واحد الظن طويل كيتحرك في العتبة، وواحد الصوت غليظ كيهمس ما كانش مخرج، هو دابا ديالنا. الناس اللي شافوا داك الفيديو كيحلفوا باللي سمعوا أصوات أخرى كتغوت من بعيد، بحال أصوات ناس أخرين محبوسين تما من سنين طويلة. وكيقولوا حتى الضوء ديال الكاميرا مطفى، حتى بان بحال اليد كحلة سدات العدسة بالقوة. داك المصنع من داك النهار تسد بالحديد، ولكن ماشي حيت الدولة سداتو، حيت الناس نفسهم ما بقاوش قادرين يقربوا ليه. كل واحد كيمر من قدامه كيسمع غير صدى خطوات، والبرد كيضرب في العظم بحال الا شي حد كيتنفس في ودنه. وكتبقى هاد القصة كتجر معاها واحد السر اللي ما كيتفكش. فين مشى داك اليوتيوبر؟ واش بقى عايش في العالم اللي حنا ما كنشوفوهش؟ ولا تحول لواحد من داك الأصوات اللي كتغوت في العتبة؟ اللي باين هو حاجة وحدة، القصة ما سالتش، بالعكس هي بدات توا. وكل مرة شي واحد كيقرب من داك المكان كيحس باللي كاين شي عيون كتسنى اللحظة باش تزيد ضحية جديدة للائحة الطويلة ديال اللي ما رجعوش. وهنا كتكون سالات القصة ديالنا. إلا عجبك الفيديو ما تنساش دعمنا في القناة باش تحفزوني نزيد ندير لكم رواية بحال هادي. وهادشي اللي كاين، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.